هي أصعب 90 دقيقة في تاريخ الكرة اليمنية، مباراة لا تقبل القسمة على اثنين في دوري يشبه نهائيات الكؤوس. اللقاء صعب على كل فريقين يخوضانه، فكيف يكون الحال وهو يضم جارين بينهما تنافس تقليدي هو ديربي مدينة إب التي يطلق عليها نابولي اليمن. لقاء هو أهم لقاءات الفريقين، بل هو الأهم في البطولة اليمنية منذ انطلاقتها. في ظل الظروف الحالية أنت عارف أنا دوري مميز بدليل أنه البطل لم يتحدد حتى اللحظة. المباراة اليوم هي ستحدد البطل. كان في تنافس كبير على المراكز الأولى بين 5 فرق، والحمد لله وصلوا هؤلاء الفريقين، واليوم سيحدد من هو البطل، وهذه ميزة للدوري هذا العام. قمة الدوري اليمني في مباراتها الفاصلة جاءت عامرة بالأهداف. خرج الاتحاد فائزا من شوطها الأول ب2 لهدف. سجل للاتحاد النيجيري حكيم كيلاني في الدقيقة 5، وعادل للشعب النيجيري الآخر تيدي جيمس عند الدقيقة 15، وأعاد ماجد الجراني التقدم للاتحاد عند منتصف الساعة. إلا أن فريق الشعب قال كلمته في الشوط الثاني حين سجل هدفين غاليين كل من رضوان عبد الجبار وتيد جيمس، حسما بهما مباراة اللقب وقطعا الطريق على الاتحاد الذي سعى للتعديل عله يدرك الدرع الأول. نبارك الجماهير العنيد هذا الفوز، واستطعنا تغيير المباراة لأن فريق شعب إب له خبرة في هذه المباريات، خاض العديد من المباريات في مثل هذه الأجواء، والحمد لله فاز في معظمها الحمد لله. فريق الاتحاد قد يكون يفتقر للخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه المباريات المصيرية، والتي لا تكفي فيها الحماسة ولا المعنويات المرتفعة. لكن الحقيقة الأخرى كما يقول المتابعون إن المنافس كان العنيد، وهو اللقب الذي عرف به فريق الشعب. فدخل الشعباوية وهم يجيدون التعامل مع مثل هذه المباريات الحساسة، وقدموا أداء متوازنا دون استخفاف بالخصم. الشعب يريد درع البطولة، فحقق ذلك بعد 7 سنوات عجاف ابتعد فيهن الفريق عن منصات التتويج واللقب، وهو الثالث للفريق، لذلك سيحتفظ به وإلى الأبد. توفيق عبد الوهاب، الجزيرة الرياضية، صنعاء.